يا حبايبي، ما تيجوا نعمل مع بعض رز مدسوس بطريقة سهلة وبسيطة وعلى قد الإيد. دلوقتي هنعمل برام رز، هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة وعلى قد الإيد. تمام. أنا معايا برام زي ما انتم شايفين، البرام ده بياخد تقريبا 2 كيلو رز، بس أنا هعمل فيه كيلو رز. تمام. معايا دلوقتي الرز بتاعي اهو مغسول، وكنت نقعاه يجي 10 دقايق كده. أنا بغلي لبن، مش لازم الرز المدسوس يبقى كله لبن علشان خاطر يستوي معاكي ويبقى حلو كده. تمام. لازم يكون اللبن مغلي مع الميه. هجيب دلوقتي سمنه وزيت او زبده وزيت زي ما تحبي. معايا معلقه سمنه اهو زي ما انت شايفه كده، لو سمنه بلدي بتبقى حلوه قوي، او زبده بتبقى حلوه. وكمان علشان الرز يبقى حلوه حبه بحبه كده ومفرفط معاكي وحلو كده، بنحط لها كده تقريبا معلقه كمان او معلقتين من الزيت. معلقه كمان او معلقتين من الزيت. هنحط كمان الرز كده، هنحط الرز بتاعنا كله. طبعا كميه اللبن وكميه الميه على قد الرز بتاعك، هو مش محتاج افتكاسات يعني، انت بتعيريه. هنحط لها دلوقتي، انا هحط لها معلقه كده صغيره من الملح، وهحط لها كمان مرقه دجاج. هقلبها بقى كويس في بعضها كده، وممكن تدعكيها بايديكي علشان خاطر الرز يتشرب من السمنه. انا هدعكها طبعا بايديا. بطريقه سهله وبسيطه وعلى قد الايد. بربع كيلو لبن زي ما تحبي، ربع كيلو هيعمل لك كوبايتين وتكملي الباقي ميه. الرز المدسوس مش بكتر اللبن، كتر اللبن فيها بيخليها تبقى معجنه. النهارده هنعمل رز مدسوس هيعجبك، طريقه سهله اهو يا حبيبه قلبي زي ما انت شايفه كده. معايا كمان كريمه لباني، مش بتاعه الحلويات، الكريمه الحبه. كمان ممكن ناخد منها معلقه كمان ونحطها ونحط منها فوق الوش. هي طبعا جامده لان انا بحط الكريمه دي بحتفظ بيها بحتفظ بيها في الفريزر. نقلبها كده، هتبقى في وسطها كده وهتسيح معاها. لو ما عندكيش مفيش مشكله، لو عندك وش اللبن برضو حلو قوي. هناخد اللبن بتاعنا، انا عامله الكميه بتاعتنا بسم الله. انا حطيته على طول كده لان انا عارفه الكميه اللي انا محتاجاها، لان انا معايراها. تمام. هتعدي الرز كده بصبعين يا حبيبه قلبي. بصي المعلقه واقفه ازاي اه، المعلقه طالما واقفه كده ما بتقعش، يبقى رزك كده يبقى مظبوط، او العيار بتاعك مظبوط. تمام. دلوقتي هنعمل ايه بقى؟ هدخلها الفرن، ولما تبدا ان هي تتشرب معايا اروح حاطه لها الكريمه من فوق او وش اللبن من فوق كده، وهديها وش. تمام. انتظروني، هحطها في الفرن دلوقتي. قلبي دلوقتي الرز اتشرب اهو، طلعته كده من الفرن. هو خلاص استوى. تمام. الرز مستوي معايا وجميل جدا. هحط لها دلوقتي بقيه القشطه بتاعتنا وندخلها الفرن تاخد وش. كده الرز بتاعنا خلص معانا اصلا، بس انا عايزه وش للرز من فوق يعمل لي قشره حلوه كده. دي اخر مرحله.
هندخلها بقى الفرن تاخد الرز بتاعنا يا حبايب قلبي اهو جاهز. بصوا رز بصوا يا حبايب قلبي الرز المدسوس، رز جميل جدا بطريقه سهله وبسيطه وعلى قد الايد، حاجه بسيطه ومغذيه وجميله جدا، مش محتاجه حاجه جنبها تتاكل بصراحه، تتاكل اكل يعني جميله جدا. بصوا حبايب قلبي جميله جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لو الفيديو عجبكم اعملوا لي اشتراك واعملوا لي لايك، وشكرا لكم على المشاهدة. شكرا لكم يا حبايب قلبي على المشاهدة. إلى اللقاء في فيديو جديد، مع السلامة.